الأجازة خلصت واللعب خلاص يا ريس انتهى، واللي احنا داخلين عليه جد 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 جد. الترم التاني يا ريس ترم قصير، وعلى الرغم من انه قصير دايما بيحطوا لك فيه منهج اكبر من الترم الاولاني. الكلام ده انت ممكن تسمعه من اي مدرس تتخض، بس انا بقول لك ما تتخضش، لان منهجك هتخلصه قبل الامتحانات بمده كبيره جدا، وكمان هيبقى عندك الوقت اللي تقدر تراجع فيه. وبصراحه تبقى عيبه في حقك لما يبقى كل حاجه متوفره لك من فيديوهات مجانيه وشرح وحل ومتابعه كمان على جروب الواتساب، وانت في الاخر تاثر، ولما هتاثر مالكش عندنا غير ايد المقشه. ركز يا بطل ويلا بينا نبدأ الترم التاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب أولى ثانوي دفعة 2026 في الترم الثاني، ومعادنا النهاردة في أول حصة في الجبر. نزلنا فوت على الجروب بتاعنا على الواتساب، ومعظمكم قال إن إحنا محتاجين حصة واحدة في الأسبوع بس تكون كبيرة ولما لنا المحتوى بتاع الأسبوع كله. وبما إني راجل ديمقراطي وباخد رأيكم في كل حاجة، فالمرة دي هنسمع كلامكم وهتبقى حصة واحدة في الأسبوع، ولكن هتبقى حصة مجمعة. يعني بدل ما هنشرح حصتين في الأسبوع مثلا سبت وثلاث، هنشرح يوم واحد في الاسبوع هيبقى فيه الكم بتاع السبت والثلاث مع بعض. فلو كنا بناخد الترم الاول الحصه من نص ساعه لساعه الا ربع، ممكن الحصه معانا توصل لساعه، ساعه ونص، ربع ساعه، ساعتين، على حسب المحتوى بتاع الاسبوع. ومش مطلوب منك غير انك تعمل اللي عليك وتجيب ورقه وقلم وتقعد تراجع وتذاكر ورايا، وانا هفصص لك منهج الرياضه ده من الالف للياء. سامي الله يا بطل، وتعالى ندخل في اول درس عندنا النهارده في الجبر، وهو المصفوفات. هو ايه هندسه المصفوفات دي اصلا؟ كنا زمان في ابتدائي ثم اعدادي ثم الترم الاولاني في اولى ثانوي كان بيدينا كذا نوع من الاقواس. القوس الاول ده كان قوس مجموعه، والقوس الثاني ده كان اقواس الزوج المرتب، والقوس الثالث ده كان اقواس الفترات. امال ايه القوس الكبير المجعلص ده هندسه؟ ده يا سيدي اسمه قوس المصفوفه. هو يعني ايه مصفوفه اصلا؟ وانا بستفيد منها بايه وبعملها ليه؟ قال لك يا سيدي المصفوفه دي بتتعمل لترتيب البيانات. يعني لو انا عندي مثلا هنا المثال اللي معانا جدول مثلا بيجمع ما بين الاهلي والزمالك، فوز وتعادل وهزيمه، وزي ما احنا عارفين طبعا الاهلي كده كده ما بيخسرش من الزمالك، فالاهلي كسب الزمالك 10 مرات وتعادل مرتين. هتيجي تبص على الزمالك تلاقيه ما كسبش ولا ماتش وتعادل نفس المرتين لانه متعادلهم مع الاهلي وخسر 10 ماتشات. اذا انا عايز امثل ده في مصفوفه، هاجي امثلها هنا تبقى 10 2 0 وهنا 0 2 10. هي دي الفايده من المصفوفات. هي دي الفايده من المصفوفات. طب المصفوفه دي انا عندي ايه معلومات عنها؟ انا اول حاجه لازم اعرفها ان المصفوفه بتتكون من صفوف، دول صفين، وكمان اعمده، دول 3 اعمده. يبقى انا لما اجي اعرف المصفوفه اعرفها ازاي؟ اعرفها ان دي مصفوفه 2 في 3. ايه ال 2 في 3 دي يا هندسه؟ قال لك دي حاجه اسمها نظم او نظم، اللي تقراه اقراه نظم المصفوفه. ايه نظم المصفوفه دي؟ قال لك نظم المصفوفه دي هي عدد الصفوف في عدد الاعمده. تعال نبص على المصفوفه بتاعتنا دي، احنا عندنا كام صف يا هندسه؟ انا عندي صفين، ادي واحد وادي اتنين اللي هم دول الاتنين دول. طب وكام عمود؟ انا عندي 3 اعمده همت، اذا دي برضو التلاتة. اذا المصفوفه دي اسمها مصفوفه 2 في 3. تعال نكتبها كده بشكل رايق. نظم المصفوفه هيساوي عدد الصفوف في عدد الأعمدة. طب لو أنا عايز أجيب عدد عناصر المصفوفة، يعني المصفوفة دي فيها كام عنصر؟ تعال نرجع كده للمصفوفة اللي فاتت. لو عايز أعرف المصفوفة دي كان فيها كام عنصر، هحسب نظم المصفوفة. يعني 2 في 3 بتساوي كام؟ بيساوي 6، يبقى هي فيها 6 عناصر. لو جيت بصيت هلاقي 1 2 3 4 5 6. بالفعل المصفوفة فيها 6 عناصر. طب إيه تاني؟ قال لك بقى انا عايز اعرف احدد عنصر جوه المصفوفه دي. يعني انا عندي برضه هناخد نفس المثال بتاعنا. المثال ده لو انا عايز احدد العدد 2 ده مكانه فين في المصفوفه، قال لك يا سيدي تعالى بص معايا هنا في المصفوفه اللي عندي دي. احدد عناصر المصفوفه ازاي؟ قال لك بتكتب جنب كل عنصر رقم الصف اللي هو فيه. يعني ده في الصف الاولاني وده في الصف الثاني. يا هندسه طب ايه الفرق يا ابني؟ ما تصبر على رزقك. لو صبر القتل على المقتول كان مات لوحده.
طب بعد ما كتبت اعمل ايه؟ اجي تاني على الصف وارقم. ده الرقم الاولاني في الصف هنا، ده الرقم التاني يبقى هنا، ده الرقم التالت يبقى كده. طب وهنا ده الرقم الاولاني وده التاني وده التالت. اذا في المصفوفه اللي فاتت دي لو انا عايز اجيب بقى الرقم 2 ترتيبه، هقول له الرقم 2 ده ترتيبه في الصف التاني رقم 2 ده ترتيبه اصلا. يبقى عرفنا ازاي نعرف ترتيب العنصر في المصفوفه. طب لو المصفوفه دي 3 في 3، ادي الف الف الف، نفس النظام مش هيختلف معانا حاجة. الصف الأولاني 1، الصف التاني 2، والصف التالت 3. طب وبعدين رتب بقى الترتيب اللي في الصف ده، العنصر الأولاني ده التاني ده التالت، أولاني تاني تالت، أولاني تاني تالت. وأما أجي أقول على العنصر أقول ألف 1 1، ألف 1 2، ألف 1 3. 1 دي بتعبر على الصف. طب والرقم اللي جنبه بيعبر على ترتيب العنصر داخل الصف. طب واللي بعده ألف 2 1، ألف 2 2، ألف 2 3، ألف 3 1، ألف 3 2، ألف 3 3. يبقى لو اداني أي مصفوفة أعرف أجيب مكان العنصر جواها. تعال ناخد مثال على الكلام اللي احنا خدناه ده، ننشط دماغنا ونشيل العنكبوت اللي عليه. بيقول لي إذا كانت ألف مصفوفة 2 في 3 ومدينا عناصرها، وب مصفوفة 3 في 3 ومدينا عناصرها، وطالب مني شوية طلبات. عايز نظم المصفوفة ألف. احنا قلنا نظم المصفوفة هو إيه؟ عدد الصفوف في عدد الأعمدة. ده عندي كام صف؟ 2. وكام عمود؟ 3. طب نظم المصفوفة ب عندي كام صف؟ 3. وعندي كام عمود؟ 3 برضه. طب عدد عناصر المصفوفة ألف هعمل إيه؟ هجيب ناتج نظم المجموعة. 2 في 3 بكام؟ ب6. طب لو كان عايز عدد عناصر المصفوفة ب هقول له 3 في 3 ب9. عايز ايه تاني؟ ألف 1 1، يعني العنصر اللي في المصفوفة ألف في الصف الأول ترتيبه رقم 1 اللي هو مين؟ اللي هو الخمسة. طب ب 3 2، يعني العنصر اللي في المصفوفة ب في الصف الثالث ترتيبه رقم 2 أهو اللي هو السبعة. طب ايه تاني؟ عايز نص ألف 2 1، يعني ايه نص ألف 2 1 دي؟ تعال نجيب ألف 2 1 الأول. ألف 2 1 يعني في المصفوفة ألف في الصف الثاني الترتيب رقم 1 اللي هي 6، يبقى نص في 6 اللي هي 3. طب اللي بعدها ب 1 2 زائد ب 2 3. ب 1 2 فين؟ اروح على الاول على المصفوفه ب 1 يعني في الصف الاول، 2 يعني ترتيبه الثاني يبقى -1. ب 2 3 يعني ب في الصف الثاني الترتيب رقم 3 يبقى -2. -1 و-2 -3. طب رقم 8 جذر ألف 2 3. ألف 2 3 ده فين؟ المصفوفة ألف الصف الثاني الترتيب رقم 3 اللي هي التسعة بجذر 9 3. طب واللي بعدها ألف 1 3 فين؟ ألف 1 3 ألف الصف الأولاني الترتيب الثالث اللي هو 4 زائد ب 3 3 ب الصف الثالث رقم 3 اللي هي 8 يطلع من هنا ب 12. الموضوع بتاع المصفوفات ده صعب؟ والله سهل، ويعني عامل شبه الابتدائي ما كنا بنقول 1 و2 زائد 3 و4. كلام بسيط خالص والله. خش معايا في اللي بعده. قال لك بقى يا سيدي المصفوفه دي ليها انواع، يعني ما فيش حاجه اسمها مصفوفه وخلاص. انواع المصفوفه ايه؟ قال لك في حاجه اسمها مصفوفه الصف. يعني ايه مصفوفه الصف دي؟ مصفوفه الصف يعني هي كلها عباره عن صف واحد، 1 2 3 مثلا، احنا بنخبط ارقام يعني. دي مصفوفه الصف، او ممكن نقول 5 6 7 دي مصفوفة صف. طب ومصفوفة العمود؟ مصفوفة العمود العكس، هي عبارة عن عمود واحد فقط. ادي 1 2 3، او ممكن نقول 5 6 7 اي ارقام، مش دلوقتي مش مشكلتنا الارقام. طب ايه المصفوفة المربعة دي؟ المصفوفة المربعة دي يا سيدي قال لك عدد الصفوف بيساوي عدد الاعمدة، يعني مصفوفة 2 في 2 او مصفوفة 3 في 3. ادي 1 2 3 4، أو 1 2 3 4 5 6 7 8 9، مش مشكلة الأرقام دي اسمها مصفوفة مربعة. عدد الصفوف دي صفين بيساوي عدد الأعمدة اللي هم 2، دي 3 في 3 زي السودوكو بالظبط. طب خش في اللي بعدها مصفوفة صفرية، أو بنديلها رمز كده مستطيل
اول ما تلاقي مستطيل تعرف ان دي مصفوفه صفريه. ايه المصفوفه الصفريه دي؟ قال لك هي مصفوفه كل عناصرها بصفر. ادي يا سيدي مصفوفه 3 في 3 برضه صفريه كل عناصرها بصفر. طب والقطريه؟ القطريه يا سيدي دي تعريفها قال لك هي مصفوفه مربعه جميع عناصرها صفر ما عدا القطر الرئيسي. يعني ايه؟ انا مش فاهم الكلام ده. ادي مصفوفه مش بيقول لك جميع عناصرها صفر بس ما عدا القطر الرئيسي، يعني ده بارقام او ده بارقام، ما دول القطرين الرئيسيين. طب لو هي 3 في 3 هتبقى شكلها عامل ازاي؟ ادي 3 في 3 مش قال كلها صفر؟ القطر الرئيسي هو اللي مش بصفر. تمام معايا؟ طب ايه شكلها التاني؟ ده صفر والقطر الرئيسي ده هو اللي مش بصفر. خلاص يا باشا المصفوفة القطرية بقت سهلة؟ اه يا سيدي سهلة. طب ايه مصفوفة الوحدة او اللي انت هتلاقي عندك الرمز بتاعها حرف الاي؟ قال لك هي مصفوفة قطرية. طب ايه الفرق بقى بينها وبين العادي؟ قطرها الرئيسي العناصر بتاعته واحد او خلصنا يا باشا انواع المصفوفات. والله سهله وبسيطه، ممكن تيجي لك في اسئله اختياري وهنحتاجها ساعات في الحل بتاع الامثله. طب انا خلصت انواع المصفوفات، عايز اعرف بقى لو انا عندي مصفوفه عايز اضربها في عدد او اطلع من جواها عامل مشترك، هل الكلام ده ممكن؟ اه ممكن. لو عندي المصفوفه الاتنين في اتنين دي اللي عناصرها 4 1 5 سالب 3، هو عايز ضعفها ضاربها في اتنين عندي اهو، ما عنديش مشكله يا باشا. ضاربها في اتنين دي يعني ايه؟ يعني كل عنصر جوه المصفوفة مضروب في اتنين. الأربعة تبقى 8، الواحد 2، الخمسة تبقى 10، السالب 3 تبقى سالب 6. طب لو أنا عايز آخد عامل مشترك، المثال اللي بعده، هنا إيه العامل المشترك اللي أقدر أطلعه؟ 5. هقول له 5 سيبها بره، 10 على 5 فالاتنين، 15 على 5 فالتلاتة، 25 على 5 فالخمسة، 5 على 5 فالواحد، ودي بتساوي دي زي ما دي بتساوي دي. والله يا ابني الكلام ابسط من البساطه. جه على حاجه جديده بقى اسمها ايه؟ مدور المصفوفه او مدور المصفوفه، على حسب انت منين ولا بتنطقها ازاي مش مشكله، المهم تعرف تحل. ايه مدور او مدور المصفوفه دي يا باشا؟ قال لك المدور ده بيعكس لي الصفوف مكان الاعمده والاعمده مكان الصفوف. يعني ايه؟ يعني المصفوفه دي هي بالشكل ده اهو، هتبقى كده اهو، هي نايمه على جنبها تقف. يعني ايه الكلام ده؟ الصف الأولاني 5 4 6 يبقى العمود الأولاني، والصف التاني اللي هو 3 7 2 يبقى العمود التاني. خش على المثال اللي بعده على طول بتاع ب، عايز ب مدور، ادي ب مدور، الصف يبقى عمود 1 سالب 2 6. مش واخد بالك من حاجة؟ ايه يا هندسة؟ ان المصفوفة دي كانت 2 في 3، طب والمصفوفة دي كانت 3 في 2، يعني مدور المصفوفة النظم بتاعه معكوس النظم بتاع المصفوفة الأساسية. يعني لو مديني مصفوفة 3 في 2 المدور بتاعها هيبقى كام؟ 2 في 3. طب لو 2 في 3 مدورها هيبقى 3 في 2. طب لو 3 في 3 ما هي يا هندسة مدورها هيبقى 3 في 3 برضه، ما هو عدد الصفوف بيساوي عدد الأعمدة. قال لك يا سيدي في ملحوظة مهمة هنا، مدور المصفوفة يساوي المصفوفة الأصلية نفسها. يعني ايه الكلام ده؟ تعالى ناخد على المثال ده، هات له من دي كده المدور بتاعها، يعني دور له دي هتبقى ايه؟ 1 سالب 2 6. دي شبه مين؟ ما هي اهي 1 سالب 2 6. اذا لو انا جبت المدور وجبت له المدور كمان مره هيديني المصفوفه الاصليه نفسها. طب امتى بقى اقول على مصفوفه بتساوي مصفوفه؟ قال لك عندك شرطين اتنين. الشرط الاولاني يكونوا الاتنين ليهم نفس النظم. يعني ايه نفس النظم؟ يعني دي 2 في 3 ودي 2 في 3، دي 3 في 3 ودي 3 في 3. طب وايه الشرط التاني؟ جميع العناصر المتناظره متساويه. يعني المصفوفه دي 1 3 2 5 والمصفوفه دي هي نفسها، ده كوبي بيست، 1 3 2 5 يبقى دي بتساوي دي. طب اللي تحت 1 3 2 5 دي 1 3 4 2 5 6. ليه مش متساويين؟ دي نظامها 2 في 2 ودي نظامها 2 في 3، الشرط الاولاني مش موجود.
ودي عناصرها مش نفس عناصر دي، الشرط التاني مش موجود، اذا دي لا تساوي المصفوفه دي. طب يا هندسه ده كلام ابتدائي، انا هستفيد منه بايه ده؟ هتعرف دلوقتي لما نحط رموز، لان هي دي اللي بيجي عليها المسائل والله في الدرس ده كله. دي اهم نقطه ودي اللي بيجي عليها المسائل. ويلا بينا يا باشا، سمي الله وسخن ايدك وخش معايا في اول مساله. يقول لي اذا كانت المصفوفه الاثنين في 3 ده اهي س و9 وصفر، صفر واحد وصاد تكعيب، بتساوي المصفوفه برضه 2 في 3 اهي، سبحان الله ما بيساوي بعض، 5 عين تربيع صفر، صفر واحد 8. اوجد س وصاد وعين. مش من شروط تساوي مصفوفتين ان هم نفس النظم؟ دول نفس النظم مع بعض. الشرط الثاني ان العناصر المتناظره متساويه، ما هو س هتساوي 5. ايه تاني؟ العين تربيع هتساوي 9. ايه تاني؟ الصاد تكعيب هتساوي 8. دي خلاص من اول مره جبناها. طب دي العين هتساوي كام؟ لو قلت 3 يبقى انت ما تستاهلش انك تكمل معايا تعليم، لان احنا في الترم الاولاني لما كنا بنحل المعادلات قلنا اي جلنفه هيروح يطير التربيع ويحط العدد موجب بس، يحول ملوش دعوه بالثانوي ولا له دعوه بالرياضه، دي تطلع موجب وسالب 3. طب والصاد تكعيب بتساوي 8 دي تطلع الصاد بكام؟ يا هندسه انا عارف هتطلع موجب وسالب 2. ما انت حمار ما تعرفش حاجه، ما هو التكعيب عادي يطلع معاه سالب ما فيهاش مشكله، ما هو التكعيب بيحافظ على الاشاره ما بيغيرهاش. يعني انا عندي هنا الصاد ب2 بس. ليه يا هندسه؟ لو انا عندي سالب 2 اديلها التكعيب هتطلع بكام؟ هتطلع بسالب 8 مش ب8. الكلام ده انا حاسس ان انا بشرح لك اعدادي تاني. يا ابني ركز معايا وفوق يا ابني، قلنا الترم قصير بس ما تقلقش هنعدي مع بعض هوا. المثال اللي بعده على طول بيقول لي اذا كان مصفوفه 2 في 2 بتساوي مصفوفه 2 في 3. هندسه ده دي 2 في 3. ليه 2 في 3؟ ما هو ده عمود وده عمود وده عمود. يا ابني روح حول بقى، ما تتعبناش يا ابني، ما تتعبناش يا ابني الله يرضى عليك. دي 2 س ناقص 5 ده عنصر لوحده، ودي 3 ص زائد 12 عنصر لوحده مش عنصرين. يا ابني ركز يا ابني الله يرضى عليك. تعالى يا باشا هات له العناصر المتناظره. 2 س ناقص 5 هتساوي 25. 3 ص زائد 12 هتساوي ص زائد 18. حل واحده بواحده الاول. ودي الخمسه هناك يبقى 2 س هتساوي الخمسه هتروح بالموجب تبقى 30 تطلع السين ب 15. طب وهنا ودي الصاد الناحيه دي وودي ال 12 الناحيه دي. 3 صاد ناقص صاد ب 2 صاد. 12 18 ناقص 12 ب 6 قد مش ب 8 تطلع الصاد من هنا ب 3. جبنا له السين وجبنا له الصاد. والله مسائل المصفوفات دي مسائل سهله. خش على المثال اللي قبل الاخير، مديني مصفوفتين برضه متساويتين، بس انا عندي هنا حاجه. المره اللي فاتت كان بيديني س وصاد مجهول او س وصاد وعين، ده دلوقتي مديني ايه؟ الف وب وجيم وده الاربعه مجاهيل يا هندسه. يا ابني سهل. تعال بس عوض كده ايه عن كل عنصر والمناظر بتاعه. الف زائد ب هتساوي 9. هي دي واحده. ايه تاني؟ الف ناقص ب هتساوي سالب 3. دي واحده. الف زائد ب زائد ج هتساوي 7. دي واحده. الف ناقص ب زائد 2 د هتساوي 5. هما دول مش هعرف احلهم مع بعض، معادلتين في مجهولين بس، ده هما جاهزين اصلا ان انا اطيرهم مع بعض. لما اقول بجمع المعادلتين تطلع 2 الف ب ناقص ب بصفر و9 ناقص 3 ب6 تطلع الالف ب3. عوض عن الالف ب3 هنا يبقى 3 ناقص ب بيساوي سالب 3. ودي الب هنا والتلاتة هنا تطلع الب ب6. معاك الالف والب خش عند دي. الالف ب3 والب ب6 زائد ج بيساوي 7. تطلع الجيم بتساوي 7 ناقص 9 بسالب 2. خش على دي الالف بكام؟ ب3 ناقص الب ب6 زائد 2 د هتساوي 5. يبقى 2 د هتساوي 3 ناقص 6 سالب 3. وداها هناك بإشارة مخالفة اللي هي بالموجب تطلع دي 8. يطلع الدال من هنا ب4. طب يا هندسة أنا كان عندي حل تاني وحل فلحوس قوي عايز أحل بيه. إيه الحل ده؟ مش أنا عندي ألف زائد ب على بعضها وألف ناقص ب على بعضها؟
يعني انا ممكن احط الف زائد ب دي كلها اشيلها واحط هنا 9 واطلع من هنا الجيم، صح يا ولا؟ واشيل الالف ناقص ب دي كلها واحط السالب 3 واطلع الدال، صح يا ولا؟ طب احنا حلناش في دي هندسه ليه؟ ما انت بعد ما هتروح تعمل دي وتروح تعمل دي برضه هترجع تاني تستخدم دي عشان تطلع الالف والب. الحلين صح والحلين حلوين، وامشي بالطريقه اللي تريحك. وزي ما احنا عارفين ان الرياضه ما فيهاش طريقه محفوظه، اي طريقه توصلك للحل الصح اشتغل بيها. المساله الاخيره اللي شكلها ممكن يخليك متضايق وحاسس ان المساله مجعلصه، بس هي مش مجعلصه. بيقول لي اذا كان الف بيساوي زتا 30 ق 30 ق 30 ج 30 والب بيساوي جذر 3 نص ص جذر 3 س ونص، وكان الف بيساوي ب مدور اوجد س وص. قبل ما اعمل اي حاجه لازم اجيب له الب مدور دي. دور لي يا باشا ايه الصف مكان العمود، يبقى جذر 3 هنا ونص ص، وهنا جذر 3 س ونص. احنا عايزين ايه؟ س وصاد. طب ما تجيب كده المتناظرات. مش جذر 3 س بيساوي ق 30؟ وايه تاني؟ النص صاد بيساوي ق 30. تعالى يا باشا نريح نفسنا. ق 30 دي ايه؟ 1 على ج 30، والق 30 1 على ج 30. ج 30 دي بنص، 1 على نص يعني 2. ج 30 دي بجذر 3 على 2 يعني 2 على جذر 3. واحد يجي يقول لي هندسه انا هودي جذر 3 مع جذر 3. انت هتدفع الحوش يالا، انت هتدفع الحوش ومفيش منك 2 يالا. ازاي يا ابني؟ دي في المقام ودي في البسط. ده انا هقسم على جذر 3. لو قسمت على جذر 3 تطلع س بتساوي 2 على جذر 3 في جذر 3 بكام؟ ب 3. طب وهنا اضرب في 2 تطلع الصاد ب4. وكده جبنا له يا باشا ايه اللي هو طالبه. والمسائل بتاع المصفوفات سهله وبسيطه. درس المصفوفات كله سهل، الوحده كلها سهله، ولما كمان تدخل في المحددات متعه ما بعدها متعه. ومش مطلوب منك اي حاجه غير انك تذاكر الحصه البسيطه دي. احنا اول حصه في المنهج، فبن ايه ماشيين بس كده بنفك التراب اللي على دماغنا ان احنا جايين من اجازه وخلاص. انا عارف ان انت نسيت المواد كلها، وعارف ان 1 زائد 1 بيساوي 4. انا عارف ان انت وصلت بيك ايه دماغك وصل بيك الكلام ده. كل اللي مطلوب منك يا باشا انك تذاكر وتهدي نفسك وتعرف ان انت معايا هتقفل الامتحان ان شاء الله. كل المطلوب منك انك تشتغل 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 وتعمل اللي عليك وتراعي ربنا في نفسك وفيا. لو لسه ما دخلتش كوميونتي الواتساب بتاعنا او تشانل الواتساب بتاعنا هتلاقي اللينكات بتاعتنا تحت. ولو عايز تسال على اي حاجه اكتب لنا كومنت تحت. ما تنساش تشير الحصه لاصحابك وتعرف الناس كلها ان الباشمهندس بيدي محتوى الرياضه بشكل مجاني تماما على اليوتيوب طول الترم. اشوفكم على خير والسلام عليكم.